السلام البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ونلقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. اليوم البنات غادي نوجد معكم السفه مدفونه بواحد الطريقه اللي ساهله غنشاركها معكم. شحال من مره كنتشهاو بحال هكا السفه المدفونه وكيجينا العكز عليها على داك التنقيه تاع الدجاج من العظيمات، كتاخذ لينا شويه ديال الوقت وكنعكزو باش نصاوبوها. اليوم جبت لكم البنات هاد الطريقه اللي ساهله مالا، وبالنسبه للمبتدئات غتجيهم ساهله وبسيطه باش يصايبوها ان شاء الله. تابعوا معايا البنات وندوزو البنات نتعرفوا على المكونات ديالنا. عندي البنات الصدر اللي مقطع هكا على شرائح رقاق، عندي 3 البصلات في العطريه البنات، عندي الملحه وعندي الخرقوم بلدي، عندي الابصار، سكينجبير، عندي قوقله، وعندي القزبر كارم وبسيبيسه، عندي نص ضامه تاع زعفران ونص ضامه تاع البنه تاع الدجاج، وعندي الكوزه وشويه تاع المعدنوس وزعفران شاره وزيت الزيتون. ما ديوش البنات على الصوت ديالي راه ضربني البرد، كتسمحوا ليا. صافي البنات في الطنجره كنديروا شويه تاع زيت الزيتون نديروا جميع العناصر اللي شفتوا معايا دابا. راه هاد الطريقه البنات سهله بزاف، ما كتاخذش منكم بزاف ديال الوقت باش تبقاو طيبوا الدجاج وعاد تنقيوه من العظيمات وداكشي، كياخذ شويه ديال الوقت وكيعجز صراحه. بهاد الطريقه راه ساهله ماهله، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. وغادي نضيف البنات عويد ديال القرفه وجوج بريقات تاع الغار. ودابا البنات غادي ندوزو باش نصاوبو السفه ديالنا. كنستعمل البنات هاد الماركه تاع الاتقان، زوينه وما كتعجنش. كنت شفتها عند مرت خالي في المغرب وعجباتني وجبتها معايا، كنحييها من هنايا كنسلم عليها. عرفتوا البنات ما نعاودش لكم السفه ديالها كيفاش كطلع ليها في يدها. عرفتوا السفه كليتها في بزاف ديال البلايص وبحال السفه اللي كتصاوب هي ما عمرني دقت بحالها في شي بلاصه اخرى. كطلع ليها في يديها زوينه بزاف، الله يعطيها صحيحتها. المهم البنات السفر انا درت لها شويه زيت زيتون، لبستها به مزيان صافي وغادي نديرها تفور. وبقاو معايا البنات. من بعد ما فارت الفوره الاولى البنات السفه صافي غادي نغسلها بما بارد وغادي نديرها في كسكاس تتصفى وغادي نديرها تفور.
بعد ما فارت الصفه لثاني مره صافي كنضيف لها شويه ديال الملحه وكنسقيها بالماء وكنرجعها تفور. كنفورها البنات 3 المرات. من بعد ما طابت الصفه صافي كنضيف لها شويه تاع زيت الزيتون. نتوما البنات لما بغيتوش تضيفوا زيت الزيتون ديروا شويه تاع الزبده. ودابا البنات غادي ندوزو باش نمونطيو الصفه ديالنا. استعملت البنات هذا الاطار، الا ما عندكمش قدموها غير بالحطه التقليديه ديالنا حتى هي كتجي زوينه. غادي ندير 5 طبقات. وهذا البنات هو الشكل النهائي تاع السفه المدفونه اللي شاركت معكم اليوم بطريقه اللي سهله ماهله ما تاخذش منكم بزاف ديال الوقت، وكتجي البنات كما كتشوفوا اكثر من رائعه. كنتمنى تنال اعجابكم وتجربوها. وكنقول لكم البنات عواش مبروكه ورمضان كريم، الله يدخل علينا هذا الشهر المبارك بالصحه والسلامه وكل ما كنتمناو يا ربي. وكنقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.